حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام. الاتحاد العام لكرة القدم برئاسة الشيخ أحمد صالح العيسي ولجنة الطوارئ في الاتحاد تجري اجتماعا مطولا لها، وأهم بنود هذا الاجتماع وأهم القرارات تأجيل الدوري العام لكرة القدم إلى 15 من شهر سبتمبر المقبل بدلا من 25 من شهر يوليو الحالي، وكذلك مناقشة لائحة لجنة الانضباط ومناقشة لائحة برنامج تالنتس، برنامج تطوير منظومة كرة القدم اليمنية. نتابع. عقدت لجنة الطوارئ بالاتحاد العام لكرة القدم اجتماعها برئاسة الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد والأمين العام وأعضاء اللجنة. وتم إقرار تأجيل دوري الدرجة الأولى لكرة القدم إلى 15 من سبتمبر المقبل استجابة لمطالب 10 من الأندية التي طالبت بالتأجيل. وحثت لجنة الطوارئ الأندية بالاستعداد لخوض منافسات الدوري واستكمال قيد وتسجيل اللاعبين لدى لجنة شؤون اللاعبين، كما تم تكليف لجنة المسابقات بإعداد تصور متكامل وفقا للموعد الجديد والذي يوضح شكل الدوري وجاهزية الحكام وأماكن إقامة المباريات. وخلال الاجتماع تم إقرار إقامة معسكر إعدادي داخلي مشترك للمنتخبين الأول والأولمبي، بحيث ينطلق يوم الثلاثاء 25 من يوليو الجاري بمدينة سيئون بمشاركة 53 لاعبا تم اختيارهم للقائمة الأولية استعدادا للاستحقاقات الخارجية المقبلة، وأهمها التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات آسيا وكأس العالم. وتم إقرار تعيين الكابتن عبد السلام الغرباني مديرا للمنتخب، وعمر باصهيب إداريا، ومنصور الدبعي منسقا إعلاميا، والمصور أيمن القاضي مرافقا للبعثة، وبحيث يتم تدوير العمل بين المنسقين الإعلاميين من قائمة المتقدمين بحسب مقترحات اللجنة الإعلامية، ولا تزيد مشاركة المنسق عن مشاركة واحدة من بدايتها حتى نهايتها بما يترتب عليها من معسكرات ومشاركات، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الصحفيين والمصورين لمرافقة المنتخبات الوطنية. وأحالت لجنة الطوارئ مشروع لائحة لجنة الانضباط للدراسة، كما تم إحالة تصورات مشروع التطوير الشامل لكرة القدم تالنتس للدراسة أيضا، والذي يشمل اللائحة التنظيمية وتصورات السنوات الأربع المقبلة.